ويسعد لي كل اوقاتكم ورمضان كريم على الجميع وتضلوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. اليوم في عنا عزيمة والعزيمة ببيت حماي. قلت يا بنت خلصي شغلك ونطي لعند حماتك وروحي شوفي شو بدها مساعدة. الله يعطيها العافية، كانت عاملة شيش برك وعم تقلي البطاطا. اليوم عمي رح يعمل قوارب بطاطا، بس صدقوني يلي بياكل اكتر من قارب رح يغرق، لان بطاطا تقيلة وطيبة ولذيذة وسهلة لحتى تقولوا حاج. تابعوا الفيديو معي لحتى تعرفوا خطوات قوارب البطاطا. كان بقيان هون الرز، حمصنا الشعرية وحطينا الرز، ضفنا فوقه الماجي والملح وعملنا لهم تقليبتين 3 وضفنا له مي سخنة وعلى نار واطية لحتى يستوي. وشوفوا لي على هالقوارب، يا سلام يا سلام، يعني شي بيفتح النفس. الحشوة كانت عبارة عن بصل وصدر دجاج، جزر، فلفل ملونة، وبكل صينية عمي كان حاطط فلفل ملونة. وبعد ما بيحشي قوارب البطاطا بيحط فوقها جبنة الموزاريلا. شوفوا لي على هالشكل، يا سلام. اذا هيك شكلها قبل ما تستوي، كيف رح تكون بعد ما تستوي؟ يا سلام، يسلم دياتك يا شيف على هيك وصفة سهلة وسريعة، ويعني بتنجح مع المبتدئين من أول مرة. الحمد لله ضيوفنا كتير حبوها وكتير كانت طيبة والله يعطيه العافية. خطوة اختيارية، بنحط الفليفلة الملونة على الوش ورشة بقدونس، وبعدين يلا رقدوا على الفرن. بنحطهم بالفرن ويكون شغال من فوق ومن تحت، ويعني يكون حامي مسبقا من فوق حتى ياخد لون حلو، من تحت حتى يستوي الفليفلة اللي عنا. طبعا عمي هون حط شوية زيت ومي وملح وهيك حبشكلات وبهارات وما بعرف شو. المهم جهز طبخنا، بلشنا نحضر للسفرة. فضينا الخضرة حطيناهم بالصحون واستوى الرز هون عندي. فضينا الرز، بلشنا هيك نزوزق الصحون، والشيش برك كمان بلشنا نفضيه. وهلأ صار وقت الملوخية لنفضيها، ويا سلام على شكلها وريحتها، كان شي ناهي ما شاء الله. وسلم دياتك يا حماتي على هالطبخات الطيبة. وصحون الملوخية رح يلحقوا اخواتهم على السفرة. وهي كانت سفرتنا، وان شاء الله رمضان كريم على الجميع والف صحة وهنا على قلوبكم. وعلى قولة عمي لا تاكلوا اكثر من قارب كرمال ما تغرقوا. وان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم.